يعني المباراة كانت صعبة جدا يعني، لكن الحمد لله اللاعبين كانوا في المستوى يعني العزيمة والإرادة. تمكنا من العودة في المباراة يعني، سجلنا الهدف تعادل وتأهلنا ربع النهائي إن شاء الله يا رب يوفقنا المباراة القادمة إن شاء الله. المرة الثانية أناطول تأهلتوا لكن المنتخب لا يفوز. نعم يعني المباراة كانت صعبة يعني، سجل علينا المنتخب الكونغولي يعني تمكن من تحقيق الفوز، لكن حققنا الأهم اللي هو التأهل. المباراة المقبلة حتكون أمام الأشقاء المغاربة، كيف تشوف الماتش هذا؟ راح يكون نهاية قبل الأوان يعني، نطلب من الجمهور القسنطيني الدعم تاعهم في الملعب، وحنا إن شاء الله نقدموا اللي علينا في الميدان. هاد النقطة شفنا كي دخلت كنت تركض في كل أنحاء الملعب، كنا خاسرين في النتيجة، شفنا عندك رغبة كبيرة باش تعاود في النتيجة. واش كنت تحس كي كنا خاسرين في النتيجة في المباراة هذه كنا نقدروا نكونوا مقصيين؟ نعم يعني لما تدخل يعني راح تمد كل لاعب لما يدخل يمد كل واش عنده يعني. دقائق بقات لنا دقائق أخيرة يعني، لو نخسروا نقصاو، لذلك يعني حنمد أفضل كل ما عندي باش نحققوا التعادل. ثالث هدف لحد الآن راك هدف الدورة، راك هدف يحفزك أكثر المباريات القادمة؟ لا يعني هدف الدورة وغير هذا لا يحفزني، أهم شيء عندي هو يفوز المنتخب يعني، نفوز بالمباريات، وأهم شيء عندي يعني أن نركزوا على المباراة القادمة إن شاء الله باش نحققوا بطاقة تأهل كأس العالم. شكرا.